اوقات بتلاقي نفسك خدت قرارات او اشتريت حاجات انت نفسك بتستغرب ليه عملت كده. تفتكر ممكن يكون في حد بيتحكم في عقلك بجد؟ القصة بدأت سنة 1957 لما واحد اسمه جيمس فيكاري عمل تجربة في السينما وحط رسالة مدتها 1/300 من الثانية. الرسالة كانت بتقول اشرب كوكا واشتري فشار. الرسالة دي في الواقع محدش سمعها، بس اتفاجئوا ان مبيعات الكوكا والفشار زادت جدا في الفيلم ده. الرسائل دي اسمها سبليمينال، انت مش بتشوفها او بتسمعها بس مخك بيقدر يحس بيها. بتكون في شكل صورة او كلمة، واوقات بتكون صوت، وبتعدي بسرعة جدا لدرجة ان انت مش بتشوفها او بتسمعها بس عقلك اللاواعي بيقدر يحس بيها. في نظريات بتقول ان رسائل السبليمينال بقت موجودة في كل حاجة حوالينا، موجودة في الاعلانات، موجودة في الفيديوهات، موجودة في الاغاني وحتى الكرتون، وبتخليك تشتري منتج او تحب شخصية او تدعم فكرة وفاكر ان الرأي ده نابع منك انت. وفي ناس فعلا حللت فيديوهات ولقت فيها افكار ورموز بتعدي في الخلفيه من غير ما تاخد بالك. وفي ابحاث بتقول ان الرسائل دي بتاثر على حالتك النفسيه واختياراتك وسلوكك. وخلي بالك دي بجد مش خزعبلات. الكونجرس الامريكي سنه 1974 طلع قرار بوقف الرسائل دي من التلفزيون والراديو. بس تفتكر بقى هم منعوها فعلا ولا خلوها لنفسهم؟ بس يا سيدي، وكده يبقى خلص الكلام. سلام.